الزمالك خبراته ولاعيبته اللي بتقدر تخلص زي احمد علي. النهارده هنتفرج برضو على المباراه واقول لكم برضو ايه اللي حصل بالظبط. تشكيل نادي الزمالك النهارده: عبد الواحد السيد في حراسه المرمى، قدامه صلاح سليمان وفتح الله، عبد الرحمن صلاح ناحيه اليمين، محمد عبد الشافي ناحيه الشمال، نور السيد وعمر جابر في نص الملعب، قدامهم مؤمن زكريا وحازم امام واحمد علي ويوسف ابراهيم اوباما. النهارده كان في 3 تغييرات في تشكيل نادي الزمالك. عبد الرحمن صلاح بدأ الباك رايت الشاب، وبصوا الكرة دي لا في واحدة تانية كمان دي أخطر من دي. بدأ يوسف إبراهيم مكان دومينيك، وصلاح سمان على حساب ياسر إبراهيم المصاب. ياسر إبراهيم كان عنده إصابة النهارده. بالنسبة لنادي المنيا بدأ سامح علي في حراسة المرمى، قدامه خالد عبد الرازق وأيمن حسنين. دي واحدة حلوة قوي لأحمد علي أو لمؤمن زكريا، حطها حلوة قوي فوق العارضة. احمد كاستيلا ناحيه اليمين، هشام شحاته ناحيه الشمال، في نص الملعب محمد محسن واحمد رضا، قدامهم 2 اسلام رشدي وكريم مصطفى، و2 مهاجمين محمود قعود ورامي ربيع. حطها حلوه قوي مؤمن زكريا، نجوم اللقاء النهارده. مؤمن زكريا بيتالق ما شاء الله الفتره الاخيره مع نادي الزمالك وثبت نفسه في التشكيله الرئيسيه. دي واحده لمحمد عبد الشافي لكن سهله في ايد سامح علي. كان في مساحات كتيره النهارده في ديفنس نادي الزمالك في الشوط الاول، ان محمد عبد الشافي وعبد الرحمن صلاح كانوا يعني الاثنين بالادوار الهجوميه بتاعتهم كانت كتير، فما كانش فيه غير صلاح سليمان وفتح الله. بصوا كرة بقى هنا، ده انفراد تام لنادي المنيا. محمود قعود بيحطها ولكن جنب القائم. عبد الواحد السيد برضو طلع قفل عليه الزاويه كويس جدا. خطأ دفاعي من نادي الزمالك واللعيبه كلها متقدمه. الباكين اللي على الاطراف عبد الشافي وعبد الرحمن صلاح، بيحطها قعود لكن جنب القائم. وبعدين مؤمن زكريا بيخترق من ناحيه الشمال وبيعمل واحده لحازم امام بيرجعها، ولكن تكتل من ديفنس المنيا، ودي راحت لاحمد علي ولكن اوفسايد. تسلل على احمد علي. ودي تسديده نور السيد، تسديده حلوه قوي. نور من اللعيبه الشويطه، كان ايام نادي الجونه بيشوط شوط كتير قوي. الشوط قل شويه مع نادي الزمالك، ولكن طبعا انتوا عارفين الفرق كلها بتتكتل وبتضغط على الزمالك. ودي برضو 2 طلعوا على الكوره، عبد الرحمن صلاح وصلاح سليمان راحت لاسلام رشدي. واحده سهله قوي لمحمود قعود، لكن يعني حظه وحش، الكرة عليت عملت بند صغير كده في الارض وخبطت في قصبة رجله. بصوا اهو اسلام رشدي استلم بعد الاثنين من لعيبه الزمالك طلعوا على كرة واحده، صلاح وعبد الرحمن. هي خبطت في قصبة رجله، ما راحتش في بطن رجله. بصوا قبل ما توصل له هتعمل بند صغير كده، فهو عايز يبص على عبد الواحد وعايز يبص على الكرة، فراحت خابطه في قصبة رجله. وده الهدف اللي احرزه نادي الزمالك، فاول من ناحيه الشمال طلع عليها احمد علي، اشترك مع رامي ربيع، خبطت في دماغ رامي وراحت على يمين سامح علي. بس انا شايفها ضعيفه، كان ممكن سامح يعني يتعامل معها افضل من كده، راح لها متاخر شويه. ده الهدف اللي احرزه نادي الزمالك في الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول بتقدم الزمالك 1-0. ورايح لميدو اهو بيهنيه على الهدف. بصوا خبطت في رامي، حظه وحش بقى، راحت على يمين سامح علي. هو كمان رامي اداها ظهره وغمض اهي. على طول بعد الهدف حصل تغيير بخروج رامي ربيع اللي تسبب في الهدف، ونزل مكانه محمود عاطف. كابتن ابراهيم صدقي على طول ما استناش عليه. وبعدين انتهى الشوط الاول 1-0، الزمالك متقدم بالهدف اللي احنا شفناه. ميدو عمل تغيير مميز جدا في الشوط الثاني، خرج عبد الرحمن صلاح ورجع عمر جابر باك رايت، ونزل مصطفى فتحي ناحيه الشمال، وحازم امام بقى يلعب ناحيه يمين من على قدام. وبدا نادي الزمالك يعالج المشاكل اللي كانت عنده في الشوط الاول، اللي هي المساحات الفاضيه على الطرفين في الحته الثلث الاخير، الثلث الدفاعي.
والنادي المنيا النهارده كان بيلعب بدون ضغوط كبيره عليه، ان موقفه صعب، ودي واحده سهله جدا لمحمود قعود. النهارده محمود قعود جاله 3 4 فرص كانت ممكن تكون كلها اهداف، ولكن كان غير موفق النهارده. بصوا لوحده خلص الراجل، هو عمل جامب وحطها، لكن هو المفروض كان يحط فيها قوه شويه، هو وجه اكتر. ودي مؤمن زكريا بيعمل واحده بليسنج او ببطن رجله كده في الزاويه البعيده، كان عليت شويه. وبعدين تغيير تاني بخروج يوسف اوباما ونزوله عمر اسماعيل يوسف، على اساس ان عمر لعيب هاف ديفندر وعنده سرعات وقوه، يقدر يقفل المساحات دي اللي في نص الملعب ويمسك نص ملعب نادي الزمالك شويه، ويدي حريه بقى لمؤمن زكريا اللي هو ينطلق، ومصطفى فتحي واحمد علي وحازم امام من ناحيه اليمين. وده مجهود فردي بصراحه من مصطفى فتحي، كمل في الكوره من ناحيه الشمال وعملها حلو قوي لاحمد علي، وكان الهدف الثاني لنادي الزمالك وهدف تاكيد الفوز والثلاث نقاط، الفوز الثالث لنادي الزمالك على التوالي. وبدا ميدو يعني نقدر نقول كده يحفظ فرقته، مش بدا يعني، بقى له طبعا ما شاء الله 17 مباراه، عارف يعني خلاص بدا ينسجم مع لعيبته ويعرف طباعهم بشكل اكبر، وامكانياتهم والتغييرات تبقى ازاي ومين وامتى. فيعني بدا يجني يعني الثمار الفتره اللي فاتت، اللي كان عنده ماتشات صعبه الفتره الجايه، عنده بتروجيت وبعدين القناه وبعدين الاسماعيلي. ودي مؤمن زكريا بيرجع واحده لورا، وهنا عمر اسماعيل يوسف بيجرب كده بشماله، ودايما يعني تبقى حاجه مميزه جدا لما يكون لعيب صغير وعنده ثقه من اول مباراه. وبعدين تغيير تاني بخروج ثالث بقى، بخروج حازم امام ونزول احمد سمير فرج. ودي تسديده لمؤمن زكريا النهارده، سدد يجي 3 4 كور كده، ودي حاجه ايجابيه جدا. ودي تسديده لكن في ايد عبد الواحد السيد. النهارده برضه افتقد نادي المنيا عمرو عثمان. عمرو عثمان لو موجود النهارده كان في المساحات اللي كانت موجوده في الشوط الاول كان ممكن يبقى يشكل خطوره على نادي الزمالك. طبعا عمرو عثمان مصاب. ودي واحده 5 لمحمود قعود، حطها حلو المره دي، لكن جنب القائم هو غير موفق النهارده، يعني رغم ان هو بيوصل للمرمى كتير وبيبقى في موقف خطوره لكن غير موفق. وده معناه ان هو بيتحرك كويس ومهاجم كويس، بس ناقصه الفينش، ناقصه التوفيق النهارده. ودي واحده لاحمد علي لكن عليت شويه، خدها من تحت لفوق. المفروض الكوره دي يعني يعلى بفخده كده ويركب الكوره من فوق عشان ما تعلاش منه. اهي بصوا خدها من تحت لفوق فعليت منه. هنا مستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق بيتابع المباراه، والكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره ومشرف على فريق كره القدم. دي هدف بقى الجميل جدا اللي اتعملت ما بين احمد سمير فرج ومؤمن، اللي عدى يعني في مساحه صغيره جدا ورقص وكوبري وهوش حارس المرمى سامح علي، ثبته وبعدين حطها من فوقيه. هدف جميل جدا لمؤمن زكريا، بيترجم النهارده اداؤه الرائع طوال ال 90 دقيقه. بقول لكم عنصر مهم جدا وعنصر اساسي دلوقتي ما يقدرش يستغنى عنه كابتن احمد حسام ميدو. خلاص ميدو استريح بقى 3-0 وخرج من الملعب. بنشوف القصه دي دايما في انجلترا. سالت ميدو خرجت ليه يا ميدو؟ قال لي يعني كنت مش مبسوط من اداء الزمالك النهارده. وبعدين الهدف الرابع، ميدو ما شافش الهدف الرابع النهارده، ما شافش هدف محمد عبد الشافي، فاول طبعا محمود فتح الله شاطها من فوق الحيطه، وبعدين سامح علي صدها رجعت لمحمد عبد الشافي اللي بيعمل الفولو او المتابعه، واحرز الهدف الرابع لنادي الزمالك في الوقت الضايع في الدقيقه 92. مستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك سعيد جدا ومبسوط بالفوز، والمركز الثاني 25 نقطه لصالح نادي الزمالك. وصفر الكابتن سمير محمود عثمان بنهايه المباراه، وبرضه بشيد النهارده بالجهاز التحكيمي